بيني وبينك كده، مش انت لما بتسال الشات جي بي تي ويتاخر في الرد شويه مش بتطمن؟ بتحس انه عارف هيقول ايه؟ امال ليه في الشركه الناس بتمشي تجاوب بسرعه جدا ومقضيها عارف كل حاجه ومقضيها ما بغلطش؟ ولو اتسالت في انترفيو سؤال ما تعرفوش تتكسف تقول طب ممكن تديني فرصه افكر؟ عملاق البيزنس وارن بافيت كان بيتكلم ان واحده من اهم الحاجات اللي بيحبها في الانترفيو ان حد يفكر قبل ما يجاوب، لان ده بيوحي ان الشخص هيجاوب اجابه عميقه فكر فيها صادقه، مش اول حاجه جت على باله واول حاجه محتاج يقولها على طول. في البيزنس لما حد بيتسال سؤال مش عارفه يمكن احسن اجابه ممكن تجاوبها والله بص انا ما عنديش اجابه السؤال ده لكن خليني اشوف وارجع لك مره تانية. والاكتر بروفيشنال انك ترجع له فعلا مره تانية، مش تقول كده عشان تعدي اليوم وكل سنه وانت طيب. في الانترفيو كمان لو انت عايز تاخد وقتك انك تفكر في اي سؤال، خد وقتك انك تفكر في اي سؤال. ده ما بيوحيش خالص ان انت شخص متاخر او بطيء الفهم، العكس تماما، ده بيوحي ان انت شخص محتاج تفكر ومنظم وعارف هتقول ايه. من قال لا اعلم فقد افتى. لما بتسال الشات جي بي تي ويتاخر تحس ان هو غبي ولا انت بتطمن شويه؟